تريد منها أن تركض خلفك. لا أن تكتب لك أولاً فحسب، ولا أن تفكر فيك فحسب، بل أن تشعر بانجذاب داخلي حقيقي. ذلك الانجذاب الذي تفقد فيه المرأة سيطرتها لكنها لا تريد استعادتها. هذا ليس عن التلاعب، هذا عن طبيعة الجذب نفسه. المرأة لا تركض خلف الرجل من أجل المنطق أبداً. تركض من أجل الطاقة التي تشعر بها ولا تستطيع تفسيرها، من أجل الحالة التي تخلقها أنت حين تتوقف عن الاعتماد على ردة فعلها. هل لاحظت كم بسرعة يختفي اهتمامها حين تصبح متاحا أكثر من اللازم؟ حين تكون دائما قريبا، جاهزا، منتبها، تحاول أن تكون مريحا لتجنب خسارتها؟ لكن هذا بالضبط هو الطريق إلى الخسارة. المرأة لا تنجذب لمن يتكيف معها. تنجذب لمن يمضي قدما دون أن يلتفت خلفه. لا وعيها يبحث عن القوة، لا عن الكلمات. يمكنها أن تحترم العناية لكنها تنجذب للسلطة. ليست السلطة عليها، بل السلطة الداخلية التي يملكها الرجل على نفسه. يمكنك أن تقول لها كل الكلمات الصحيحة، لكن إن كانت طاقتك ضعيفة وقلقة وتابعة فستحس بذلك دون كلمة واحدة. المرأة لا تستجيب لما تفعله، بل من أي حالة داخلية تفعله. الإيماءة نفسها قد تكون حنانا أو ضعفا. كل هذا يعتمد على من أنت في داخلك. وطالما لم تتعلم أن تكون مركز طاقتك الخاص، ستبقى تدور حول مزاجها. لا يجب أن تكون قاسيا، لكن يجب أن تكون مستقرا. لا يجب أن تكون باردا، لكن يجب أن تكون متماسكا. لا يجب أن تكون لا مباليا، لكن يجب أن يصعب الوصول إليك. لأن كل ما يعطى للمرأة بسهولة يفقد طعمه. وكل ما يتطلب جهدا يتحول إلى فكرة لا تتركها. هي لا تبحث عن المثالي. تبحث عن من يحافظ على المساحة حتى حين تحطمها هي نفسها. عمن لا يشرح بل يوجد بسكينة داخلية. لأن هدوء الرجل بالنسبة للمرأة ليس ملالا، إنه مغناطيس. حين لا تتسرع، حين لا تثبت، حين لا تطلب، تبدأ هي في البحث عن نظرتك. حين تصمت، تبدأ في سماع صوتها الداخلي، وهذا الصوت يقودها مجددا إليك. المرأة لا تركض خلف من يعد، بل خلف من يحافظ على الإيقاع. خلف من لا يفقد نفسه حتى لو فقدها. خلف من لا يتشبث بل يستمر في طريقه، لأن الركض يبدأ في اللحظة التي يتوقف فيها الرجل عن الانتظار. تريدها أن تركض خلفك. توقف عن المطاردة، توقف عن الشرح، توقف عن أن تكون خلفية في قصتها، وابدأ في أن تصبح محورك الخاص الذي يدور حوله كل شيء آخر. الآن ستعرف 9 مبادئ يتشكل عبرها الانجذاب الأنثوي نحو الرجل القوي. هذا ليس عن التلاعب بالمرأة، بل عن كيف تصبح رجلا يستحيل ألا يتبع. كل واحد من هذه المبادئ مستوى من الانضباط الداخلي. تتعلم أولا المحافظة على المسافة، ثم امتلاك إيقاعك الخاص، ثم إدارة اهتمامك وصمتك وطاقتك وحدودك. وكل هذا يتجمع في شيء واحد، هالة من القوة الذكورية لا تحتاج إثباتا. حان الوقت أن تتوقف عن سؤال كيف أكون مطلوبا. حان الوقت أن تصبح من يستحيل تجاهله. لنبدأ. المبدأ الأول: المسافة مصدر الجذب. المرأة لا تقع في حب من تفهمه بالكامل. تنجذب إلى من فيه شيء من اللغز، بعض ما لا يقال، بعض البرودة. يمكنك أن تكون قريبا، لكن إن كنت متاحا جدا تتوقف عن الإحساس بالتوتر. الرغبة لا تعيش في الاستقرار. تعيش في التذبذب بين تقريبا وليس بعد. حين تكون موجودا دائما تتوقف عن الانتظار، وحين لا تنتظر المرأة لا تشعر. المسافة ليست عقابا، إنها شكل من احترام الذات. أن تظهر أن لديك حياة وهدفا ومهمة، لا فقط علاقة. لا تهرب،
فقط لا تذوب. حين يتوقف الرجل عن كونه مركز واقعه الخاص، تحس المرأة بذلك فوراً. طاقتها لا تتوجه حيث لا يوجد لغز. إن كنت متوقعاً فأنت آمن، والآمن لا يثير الشغف. قد تقول المرأة إنها تريد رجلاً مسالماً وهادئاً، لكنها تنجذب لمن يحافظ على المسافة. هذا ليس لعبة، هذا توازن بين التوفر والغياب. يجب أن تكون محسن به دون أن تمسك، كرائحة، كطاقة، كحضور لا يحتجز بين الأيدي. حين تختفي لفترة قصيرة تبدأ في التذكر، وفي تلك الذكريات بالذات تولد موجة جديدة من الاهتمام. تظن أنها تريد السيطرة، لكنها في الحقيقة تريد الشعور باستقلاليتك. أعطها مساحة لتشتاق. دعها تكون هناك هواء بين اللقاءات ووقفة بين الكلمات. أنت لا تبتعد، أنت تخلق جذبا، وكلما كان محورك أقوى كلما عمق شوقها. المرأة تعود إلى حيث لا تستطيع امتلاكه بالكامل. المسافة ليست برودة، إنها الهواء الذي يحترق فيه الجذب. المبدأ الثاني، عدم القابلية للتنبؤ، وقود الاهتمام الأنثوي. المرأة تعيش بالمشاعر، وإن كانت تستطيع التنبؤ بكل خطوة منك تتوقف عن كونك لغزاً. الاستقرار مهم للثقة، لكن التوقعية تقتل الجذب. يمكنك أن تكون موثوقاً لكنك لا يجب أن تكون مكرراً. حين تعرف أنك سترد دائماً وتتصل دائماً وتتنازل دائماً، تتحول إلى خلفية. المرأة لا تستطيع الشعور بالشغف نحو من هو مفهوم بالكامل. تنجذب للرجال الذين لا تستطيع قراءتهم تماماً. ليس من يلعب دوراً، بل من يعيش بقوانينه الخاصة. عدم القابلية للتنبؤ ليست فوضى، إنها حرية داخلية تحس بها هي. حين تتصرف بعيداً عن سيناريوها يصحو فيها شيء حي، يفقد عقلها السيطرة ويتفاعل قلبها. تبدأ في التفكير، أين هو، فيما يفكر، مع من هو، وهذا يطلق تيارات الجذب. لا يجب أن تختفي عمداً، لكن يجب أن تكون قادراً على العفوية. تغيير الإيقاع، مفاجأة صغيرة، تغيرات في السلوك. هذه إشارات أنك حي. لا تكن مرآة متوقعة لمشاعرها. كن عنصرك الخاص. ظهر حين لا تنتظر وغب حين تنتظر بشدة. هذا يخلق التشويق العاطفي، والتشويق هو الحياة. دعها غير متيقنة من أنك ستتصل غدا، لكن دعها متيقنة من أنك تستطيع. لا يجب أن تكون مخططا موثوقا، يجب أن تكون حدثا نادرا. المرأة تريد الإحساس بأنها لا تغفو بجانبك. أنت ليس وجهه، أنت مغامرة فيها معنى. دع كل تواصل معك يحمل عنصر مفاجأة، ليست حدة بل حية. حين لا تعرف ما تنتظره لا تستطيع الاسترخاء، وحين لا تستطيع الاسترخاء تكون منغمسة. لا يجب أن تكون مسرحا، يجب أن تكون ريحا. من يغير الاتجاه لكنه لا يختفي. المرأة لا تحب الفوضى. تحب القوة غير المتوقعة. المبدأ الثالث، الحدود، أساس الاحترام الذكوري. المرأة تنجذب للرجل الذي لا تستطيع إصلاحه بالكامل. يمكنها الجدال والاختبار والاستفزاز، لكنها في الأعماق تحتاج من يتحمل الضغط. الرجل بلا حدود يتحول إلى سجادة عاطفية. يمشي عليها الناس لكن لا يقف عليها أحد. إن كنت تخشى قول لا، تخسر ليس الاحترام فقط بل الجذب أيضا. المرأة تختبر الرجل بلا وعي لتشعر بين حدوده. وإن لم تكن موجودة يفقد الإحساس بالقوة. الحدود ليست برودة، إنها بنية لا يوجد احترام بدونها. يمكنك أن تكون دافئا لكن لا يجب أن تبدو حازمة. حين توافق على كل شيء تتوقف عن كونك اختيارا. تصبح خيارا ثانويا، والخيارات الثانوية لا تلاحق بل تستخدم فحسب.
الرجل الحقيقي لا يخشى خيبة الأمل، لأنه يعرف أن في الصدق جذبا أكبر من الإرضاء. يجب أن تشعر بأن بجانبك جدرانا يمكن الارتكاز إليها. الحدود شكل من الأمان، والأمان ما تبحث عنه المرأة حتى حين لا تفهم ذلك بنفسها. حين تقول لا، لا تبرر. لا يجب أن تشرح لماذا تختار نفسك. هذا ليس وقاحة، هذا نضج. أنت لا تضعها أدنى، أنت فقط لا تضع نفسك أدنى. المرأة لا ترحل عن الرجل القادر على الرفض بهدوء. قد تنزعج لكنها داخليا تشعر بالاحترام، لأن كل رفض منك يقول لدي محور، والمحور هو ما يولد الثقة والجذب في الوقت نفسه. الحدود لا تكسر القرب، بل تنقيه من التلاعب. حين تعرف المرأة أين ينتهي كفيك، تشعر أنه يمكنها أن تكون نفسها بجانبك. ليس لأنك تتكيف، بل لأنك ثابت. الرجل صاحب الحدود لا يحتاج السيطرة. لا يشرح، لا يتوسل، لا يجادل. هو يعرف فقط أين ينتهي هو وأين يبدأ الآخر. ولهذا تحديدا يركض خلفه. ليس لأنه قاس، بل لأنه حقيقي. المبدأ الرابع: طاقة الاهتمام. أعط أقل لتشعر هي بأكثر. الاهتمام عملتك، وكلما وزعته أكثر كلما فقد قيمته. حين تكتب باستمرار وتتصل وتسأل وتهتم، تقتل قيمة حضورك. المرأة لا تحس بكمية اهتمامك بل بطاقته. إن كان اهتمامك ينبع من القلق والخوف من الخسارة، تشعر بالضعف. إن كان ينبع من السكينة والاختيار، تشعر بالسلطة. لا يجب أن تكون بارداً، لكن يجب أن تكون منتقياً. لا تهدر اهتمامك على ما لا يعيد إليك طاقة. لا تتحقق، لا تثبت، لا تذكر. حضورك الصامت قد يكون أقوى من 100 رسالة. حين يقول الرجل أقل لكنه يفعل أكثر بدقة، تبدأ المرأة في التفكير فيه أكثر. تحس أن اهتمامه ليس رخيصاً، وأنه يتطلب احتراماً. وهذا الاحترام يعود في شكل اهتمام منها. المرأة لا تريد رجلاً متفرغاً دائماً. تريد من يستحق اهتمامه أن يكتسب. لا يجب أن تكون متاحاً على مدار الساعة، لكن حين تظهر يجب أن تكون حقيقياً، دون زيف ودون لعب ودون محاولة ترك انطباع. صدقك وانضباطك مغناطيس. ستتساءل: لماذا لم يكتب؟ وفي هذا السؤال بالذات تكمن المشاعر. ليس لأنك تتلاعب، بل لأنك لا تحتاج. أنت لا تهرب، أنت تحافظ على طاقتك. لا تختبئ، أنت تختار اللحظة. وحين تختار اللحظة تخلق التأثير. اهتمام الرجل الذي يمنح لا من الخوف بل من فيض القوة يشعر به في الجسد. يعمل ببطء لكن بصورة لا رجعة عنها. لا يثبت الحب، يجعلها تفكر فيك بلا كلام. الاهتمام ليس إيماءه، إنه أثر طاقي. وكلما كان نادرا كلما بقي أعمق. المبدأ الخامس: الاكتفاء الذاتي. كن مصدرا لا طلبا. المرأة تشعر حين يبحث الرجل عن التغذية وحين يكون هو نفسه المصدر. إن كنت تعيش من أجل اهتمامها تفقد الاهتمام بك. المرأة لا تريد أن تكون معناك. تريد أن تكون بجانب رجل يملك معناه بالفعل. لا يجب أن تبحث عن تأكيد بأنك جدير. يجب أن تعيش بطريقة تجعل هذا واضحا من نفسه. الرجل الذي يعرف وجهته لا يحتاج تصفيقا. لا يطلب التقييم لأنه يعرف. القوة الحقيقية ترى دون كلام. يمكنك المحبة دون التبعية. يمكنك الوجود بجانبها دون التشبث. المرأة تحترم من يستطيع البقاء وحيدا دون أن ينهار، لأن الوحدة لا تقتل القوي، بل تصقل شكله. حين تتوقف عن الطلب تبدأ في الجذب. تصبح المركز لا الرفيق. والمرأة تشعر بهذا الفارق فورا.
تنجذب لمن لا يحتاج إنقاذا بل يخلق السكينة حوله. لا يجب أن تكون مثاليا، لكن يجب أن تكون مكتملا. النصف يبحث عن التكميل. المكتمل يخلق مدارا. الرجل الذي لا يبحث عن التقدير يصبح لغزا، والمرأة تبدأ في البحث عن سبب ثقته. لا يجب أن تكون صاخبا لتكون قويا. يمكنك أن تكون هادئا لكن ثابتا، وهذا يكفي لإدارة الجو من حولك. الاكتفاء الذاتي ليس كبرياء، إنه سكينة. حين تختار نفسك تري العالم أنك جدير باختيار الآخرين. لا تنغلق، أنت فقط لا تسلم نفسك بسعر زهيد. لا تبحث عن الاهتمام، أنت تخلق الحضور. وعندها لا تأتي النساء فحسب، بل يبقين، لأن بجانب المصدر يريد المرء أن يكون، وبجانب الطلب يريد المرء أن يرحل. المبدأ السادس، اللغز، لا تكشف نفسك بالكامل. المرأة تنجذب لمن لا تستطيع فهمه بالكامل. حين تكون كله مكشوفا تفقد العمق. تصبح واضحا، والواضح لا يجذب، يؤخذ فحسب ويوضع على رف. السر ليس كذبا، هو المساحة المحفوظة بين الكلمات. يمكنك أن تكون صادقا دون أن تكون شفافا بالكامل. لا حاجة لكشف كل فكرة وكل شعور وكل ألم. دع فيك جزءا لا يقرأ من نظرة أولى. المرأة تحب الكشف لا الاستلام الجاهز. تحتاج عملية ولغزا وطريقا إلى الحل. تريد الإحساس بأن فيك أعماقا لم تلمسها بعد. يمكنك قول الحقيقة لكن ليس كلها مرة واحدة. قليل من عدم القول يجعلك حيا. حين تترك وقفة تفكر هي. حين لا تتسرع في الشرح تحلل، وكلما فكرت أكثر كلما انغمست أكثر. أنت لا تلعب، فقط لا تتسرع في فتح الأبواب التي يسكن خلفها جوهرك. الرجل الذي يقول أقل يبدو أعلى صوتا، لأن كل كلمة منه تحمل وزن الصمت الواقف خلفها. السر تنفس السلطة. يجعل المرأة تشك، والشك يولد الاهتمام. لا تكن لها مرآة، كن متاهة. دعها تضيع لكنها تعود بسرور بحثا عن المخرج. لا يجب أن تشرح تصرفاتك. دع معناها يتجلى مع الوقت. حين لا تستطيع المرأة فك شفرتك، تريد فهمك، والرغبة في الفهم بالفعل نوع من التعلق. لا تتسرع في تدمير اللغز بمباشرتك. دعها تظن أنها تعرفك لكنها تشعر بأنها لا تعرف كل شيء. هذا بالذات ما يحافظ على وجودها بجانبك. المبدأ السابع، الصمت، لغة القوة التي تحس بدون كلام. الكلمات قد تكون جميلة، لكن الصمت هو ما يري من أنت فعلا. الرجل الذي يعرف الصمت يستحق الاحترام حتى قبل أن يبدأ بالكلام. المرأة لا تسمع العبارات فحسب، تحس بالطاقة بينها. حين تصمت بهدوء تخلق مساحة تبدأ هي فيها بالشعور بعدم اليقين. ليس لأنها تخافك، بل لأنها لا تستطيع قراءتك. وهذا يولد الجذب فورا. يمكنك أن تقول 1000 كلمة دون أن تترك أثرا، ويمكنك فقط أن تنظر وتبقى في رأسها أسبوعا. صمت الرجل ليس فراغا، إنه ثقل. حين لا تشرح تجعلها تبحث عن التفسير، وكلما طال بحثها كلما انغمست فيك أكثر. الصمت اختبار يمر به الأقوياء فقط. الضعيف يصرخ ليثبت. القوي يصمت لأنه لا يحتاج إثباتا. لا يجب أن تكون باردا، لكن يجب أن تكون هادئا. صمتك لا يجب أن يبدو عقابا، بل حضورا. أنت فقط موجود، وهذا يكفي لتغيير الجو. تحس المرأة بتجمعك الداخلي حتى لو لم تستطع تفسيره. تشعر أنها لا تحتاج الضجيج بجانبك، وعندها تصبح طاقتها هي نفسها أكثر ليونة وعمقا وانتباها. أنت لا تستجيب لإستفزازات، أنت تحافظ على المساحة. لا تتفاعل مع التلاعبات، أنت تراقب.
لا تثبت أنك على حق، أنت فقط تعرف. وهذه المعرفة الصامتة أقوى من أي خطاب. الصمت سلطة لا تتعلم حتى تتجاوز خوفك من سوء الفهم. بينما يتكلم الآخرون، أنت تتحكم في الصمت. وفي هذا الصمت تبدأ في الشعور لا بغيابك بل بقوتك. المبدأ الثامن: الاستثمار العاطفي. دعها تستثمر أولاً. في العلاقات تحدد القيمة دائماً بمن يستثمر أكثر. حين يفعل الرجل كل شيء والمرأة فقط تستقبل، ينهار التوازن. لا تستطيع المرأة الركض خلف من يركض عند قدميها بالفعل. اهتمامها لا يولد مما تستقبله، بل من ما استثمرته بنفسها. يجب أن تتعلم السماح لها بالمشاركة، لا أن تعطي كل شيء، لا أن تقرر كل شيء، لا أن تنقذ كل شيء. دعها تفعل لك شيئاً، حتى لو صغيراً، لكن من نفسها. حين تساعد أو تنصح أو تستثمر وقتاً وعواطف وجهداً، تبدأ في التقدير، لأن الإنسان يقدر فقط ما استثمر فيه. لا يجب أن تكون مستهلكاً، ولا واهباً بلا نهاية. أعطها فرصة الاهتمام بك والمشاركة في حياتك. اطلب نصيحتها لا لأنك عاجز، بل لتشعر بأهميتها. المرأة تحب الشعور بأنها تؤثر، وهذا الإحساس بالذات يجعلها مرتبطة بالعملية. حين تستثمر طاقة في العلاقة تبدأ في الخوف من الخسارة. تبدأ في البحث عن أسباب للتقرب، تكتب من نفسها وتقترح من نفسها. دعها تظن أنها تستثمر أيضاً. في هذا التوازن بالذات، لا تسحب منها حق العطاء. دعها تشعر أنها تختار لا أنها تجبر. عندها كل تصرف منها يعزز تعلقها بالفعل. لا داعي للتسرع في أن تكون الرجل المثالي الذي يوفر كل شيء. كن من يترك مكاناً للمشاركة. بهذا تحول المرأة من مراقبة إلى مشاركة. والمشاركة أساس التعلق العاطفي. وحين تنظر يوماً للخلف ستدرك أنها استثمرت الكثير لكي ترحل. وهذا ليس لأنك أمسكت بها، بل لأنها هي من بقيت بنفسها. المرأة لا تتمسك بالرجل الذي يعطي كل شيء. تتمسك بمن استثمرت روحها فيه. المبدأ التاسع: طاقة ضبط النفس. السلطة لا عليها بل على نفسك. القوة الحقيقية للرجل لا تظهر حين يتحكم في المرأة، بل حين يتحكم في نفسه. يمكنك أن تكون ذكياً وكاريزمياً وناجحاً، لكن إن لم تتحكم في مشاعرك تخسر. ضبط النفس ليس برودة، إنه سلطة داخلية على الدفعات. هو القدرة على الصمت حين تستفز، على الرحيل حين يطلب الأنا البقاء والإثبات، على اختيار الصمت لا الانفجار. هذا هو النضج الذي تحس به المرأة فوراً. يمكنها الجدال والصراخ والاختبار، لكن في الأعماق تنتظر ألا تنهار، أن تصمد، ألا تسقط في عاصفتها العاطفية بل تبقى الضفة. المرأة تختبر الرجل ليس لتدميره بل للتأكد هل هو ثابت. إن تفاعلت مع كل تفصيلة صغيرة تصبح متوقعاً، والتوقعية عدو السلطة. يجب أن تشعر بهدوئك حتى وهي تحترق. هذا ليس عن البرود بل عن الوعي. أنت فقط لا تسمح للمشاعر بقيادة تصرفاتك، لأن الرجل المتفاعل يفقد إيقاعه، والرجل الذي يراقب يقود. ضبط النفس محور يدور حوله الاحترام. المرأة لا تنجذب للمثاليين بل للثبتين، لمن يستطيع الحفاظ على خطه حتى حين ينهار العالم. حين تحافظ على سكينتك تصبح ندرة، والندرة تولد الجذب دائما. هي لا تستطيع فهم كيف تحافظ على توازنك، وهذا يولد الاهتمام. تصبح بالنسبة لها ليس مجرد رجل بل مرجعا. تبدأ في الثقة بك حتى لو ظاهريا تجادل، لأنها داخليا تحس بجانبك يمكن أن تكون فوضوية ولا تسقط. هذه أعلى أشكال السلطة. ليست على المرأة بل على النفس. الرجل الذي يملك نفسه يملك الموقف، والرجل الذي يملك الموقف لا يركض،
بل يركض خلفه. أنت لا تجبر المرأة على الركض. أنت تصبح رجلا يستحيل المرور بجانبه دون أن يلاحظ. لا تشرح، لا تبرر، لا تثبت. أنت فقط موجود. هادئ، عميق. لا تبحث عن الاهتمام. أنت تصبح أنت نفسك الاهتمام. وتحس المرأة بهذا دون كلام. تحس بهدوئك وسكونك الداخلي وقوتك في عدم التفاعل. يمكنك أن تكون لينا دون أن تكون ضعيفا. دافئا لكن بعيد المنال. محبا لكن مستقلا. وهذا تحديدا ما يحول الرجل إلى مغناطيس. يمكنها الغضب والاختبار والرحيل، لكنها دائما ستعود إلى حيث شعرت بمحورك. لأن المرأة تنجذب ليس للجميل ولا للذكي ولا للناجح، بل للمتجمع، لمن لا يفقد نفسه حتى وهو العالم ينهار، لمن يستطيع الوقوف على قدميه حين يسقط الآخرون. أنت لا تنتصر بالكلمات، تنتصر بالحالة. صمتك أعلى من الضجيج، وتحفظك أكثر إثارة من المثابرة. تصبح من يستحيل نسيانه، لأن فيك لا قلق بل ثقة. أنت لا تنتظر. أنت تختار. لا تبرر لماذا رحلت. أنت فقط لا تعود إلى حيث خسرت الاحترام. وفي هذا تكمن سلطتك. القوة الذكورية الحقيقية لا تكمن في إدارة النساء بل في امتلاك النفس. وحين تمتلك نفسك يبدأ كل شيء آخر بالدوران حولك من تلقاء نفسه. المرأة تشعر بهذا بحدسها وتتبع هذه الطاقة حتى لو لم ترد ذلك، لأن الطبيعة تنجذب دائما للقوة. فتوقف عن الإثبات، توقف عن المطاردة، توقف عن الشرح، احتفظ بسكينتك، حافظ على إيقاعك، ابني حياتك لا علاقتك فحسب. وعندها ستأتي العلاقات من تلقاء نفسها، لأنك أصبحت رجلا يستحيل ألا يتبع. اشترك في القناة. هنا لا يعلم كيف تعجب أحدا. هنا يعلم كيف تصبح من يستحيل نسيانه. هنا لا نعلم إقناع النساء. نعلم امتلاك النفس. إن كنت تشعر بأن الوقت قد حان للتوقف عن الاعتماد والبدء بالإشعاع، هذا المكان لك. اشترك، لأن ما يأتي أعمق. لا يجب أن تبحث عن الحب. يجب أن تصبح الرجل الذي يستحيل ألا يحب.